بعد الثورة الصناعية الدول مش بس قررت إنها تبني مصانع، لأ هم كمان قرروا إن هم محتاجين يبنوا عقول تخدم المصانع دي، ومن اللحظة دي اتصمم نظام التعليم اللي العالم ماشي عليه لحد دلوقتي. حصص متقسمة بالدقيقة وامتحانات مركزة على الحفظ والتكرار بشكل أساسي. جرس زي جرس الفسحة والحضور والانصراف اللي موجود في المدرسة كان بالفعل موجود في المصانع في الوقت ده بنفس الشكل. يعني ده ما كانش تعليم، كان برنامج صناعي عشان يطلع عمال جاهزين للشغل مش للتفكير، يطلع جيل بيسمع الكلام وينفذ من غير ما يسأل وما عندوش مهارة اتخاذ القرار. نظام اتبنى على الطاعة مش على الوعي، وعلى التكرار مش على الإبداع. وأنا مش بقولك إن التعليم شرير، أنا بس بقولك إن نظام التعليم ده اتصمم لاحتياجات عصر مختلف، ومع ذلك لسه بنستخدمه زي ما هو في عصر محتاج تفكير وإبداع أكتر. معاكم عبد الله وهيدي، ودي حلقه جديده. مش عارف لسه ما سميتش البرنامج ده، بس خلينا نقول معاكم عبد الله وهيدي وخلاص، ويلا بينا. تعال اقول لك ازاي نظام التعليم من وانت عندك 6 سنين كان بيبرمجك عشان تكون موظف، خلاك ما تعرفش تشتغل غير تحت الضغط، وخلاك ما تعرفش تشتغل غير بالتخويف او بالتهديد او بالعقاب. عشان بكل بساطة اما تدخل سوق العمل تشتغل تكون موظف، تتقبل جدا فكرة انك هتشتغل 8 و10 ساعات و12 ساعة وتبيع وقتك قصاد الفلوس. تتقبل فكرة الأوامر وإنها هيتخصم لك لو غبت، وإن حد يكون متحكم تقريبا بوقتك أو بأغلب وقتك بتاع اليوم، وإنت راضي وقابل الموضوع جدا وتلاقيه بيصدر لك بقى فكرة work under pressure، على قد إيه إن دي سكيل وقد إيه إن دي مهارة. أنت بقالك 14 سنة أصلا حطيتي ضغط. دلوقتي من الصعب عليك إنك تعمل حاجة من غير ضغط. يعني مثلا لما تحاول تتعلم مهاره، ليه بتتراجع وانت بتتعلم مهاره؟ او مثلا تاخد ستيب قليله كده، يوم يومين ثلاثه اسبوع بالكتير اسبوعين، وتلاقي نفسك تراجعت. ليه؟ لانك محتاج ومستني انستراكشنز وتعليمات ونظام وجداول يحطوها لك وتقييم، ولازم تعمل كذا وتعمل كذا، تاخد اوامر من فوق وتتخوف. ليه؟ علشان تحقق. دلوقتي المهاره انك فعلا تورك، بس مش تحت الضغط، without pressure بقى خالص، لنفسك كده. الحرية دلوقتي بقت مسؤولية وصعبة جدا. ومن هنا بيجي بقى فكرة العمل الحر او فريلانس او انك تعمل مشروع خاص ليك. ده بيخلي عليك مسؤولية، لانك بقالك زي ما قلت 18 سنة في التعليم متبرمج انك مش حر. مش حر. وقتك مش ملكك. مش بتفكر، بتحفظ وبتدخل برميل بتتملى، بتدخل الامتحان تفضي اللي اتملى جواك ده وخلاص. بقى العمل الحر مش سهل اكيد، ولكن هو على الاقل هتكون متحكم بوقتك، محدش متحكم فيك، ما انتش خايف ان حد يخصم لك، مفيش مدير بقى يقول لك انت ليه ما حققتش التارجت المستحيل، فاهم؟ مفيش تارجت وديدلاين بتجري وراه. ولكن ده مش معناه ان العمل الحر شيء فوضوي، بالعكس خالص، ده انت هتكون ملتزم جدا. ولكن الفكره هنا الفرق ان بتشتغل بدوافعك الداخليه علشان تحقق اهداف هتعود تقريبا بنسبه 100% عليك انت بالنفع، مش على اي حد تاني. يعني انت بتستثمر في نفسك علشان ما تجيش وانت عندك 60 سنه يطلعوك على المعاش ويدوك معاش قليل جدا، مع ان انا شايف ان ده المفروض اكتر وقت يكون بقى معاك فيه فلوس مش العكس. واكيد انا مش بقول للناس كلها يلا بقى سيب الوظيفة اللي في ايدك، ما تبقاش موظف دلوقتي وبعد كل السنين دي من البرمجة، ان يلا بينا نترك الوظيفة ونتجه كلنا للعمل الحر ونعمل مشاريعنا الخاصة. اكيد هدعوك لده، بدعوك لده بشكل اكيد، ولكن كل ده محتاج تخطيط، محتاج يكون عندك مهارة، محتاج يكون عندك فكرة في المشروع اللي انت عاوز تعمله اللي يكون خاص بيك، محتاج تعيد برمجة دماغك. بمتوسط 14 سنة من التعليم اتبرمجت تشتغل تحت الخوف والضغط والعقاب، وإنك تعمل حساب لنظرة المجتمع. فوق وعيد برمجة دماغك. 3 حاجات خلوني أكسر النمط اللي نظام التعليم برمجني أشتغل بيه. 1. العادة بتتكسر بعادة زيها، وإنك معدتش بتنتج إلا تحت الضغط أو الخوف، ده بالفعل أصبح عادة عندك، هنكسرها بالتدريج. مايكرو هابت، عادة صغيرة وبسيطة هتدخلها يومك. قراءة لدقايق، سماع بودكاست اللي هو قصير، تأمل لدقايق. عادة بسيطة قوي وثبتها. هي عادة صغيرة بس هترجعك تشتغل بإرادتك وباختيارك انت، ومن غير خوف أو ضغط، وبتثبت لك إنك قادر تعمل ده. 2. حدد دوافعك. اسأل نفسك، أنا بعمل ده ليه؟ أنا بذاكر ليه؟ أنا بشتغل ليه؟ أنا بحب اللي بعمله ولا لأ؟ كل يوم مخك لما يفتكر الدوافع الداخلية دي هيشتغل بسببها هي، مش بسبب الخوف أو الضغط. 3. وثق وثق وثق. أوثق إيه؟ وثق يومك ولو حاجات بسيطة منه. ولو أنت شايف إن الموضوع ده تافه يبقى أنت خسران كتير. زحمة دماغك لما بتخرج على الورق أنت بتفكر بشكل أفضل.
وبتكون مرتب أكتر. نهاية، الحرية الحقيقية بتبدأ لما بتتجاوز مخاوفك الداخلية وبتتحكم في نفسك. رجعنا تاني، خلينا نكمل. كل فترة تسأل نفسك أنا إزاي أكون ماديا أحسن، نفسيا أحسن، أتعلم مهارة إيه تجيب لي فلوس معينة وأكون أنا حابب المهارة دي، إيه الفكرة اللي بتدور في دماغي مثلا عن مشروع معين ممكن أعمله، ولو مش النهاردة ممكن يتعمل بعد سنين عادي جدا. أنا عبد الله وهيدي، بحاول أتعلم حاجة جديدة كل يوم، بحاول ألاقي شغفي، وبحاول أوصل للسلام النفسي. لو عجبك الفيديو ده انزل اعمل سبسكرايب واعمل لي كومنت لذيذ واعمل لايك. عاوزين نوصل الفيديو ده ل 500 لايك بس. سلامات.